علينا ما تزعقوليش، ولو سمحت اعملوا لي سبسكرايب وبعد كده زعقولي، ما عنديش مشكله، بس اعملوا لي سبسكرايب الاول. عاركس مرحبا سلسنز، عاملين ايه؟ الاخبار؟ النهارده هنتكلم على واحد من المسلسلات مثيره للجدل بجد في تركيا. هو واحد من المسلسلات اللي الاتراك لما الحلقه بتاعت المسلسل دي تخلص خشوا على تويتر ويعملوا هجوم وتعليقات. فكره نوعيه المسلسلات دي هي نفسها نوعيه المسلسلات اللي بيتقال عليها الاكثر حديثا على السوشيال ميديا. فالمسلسل ده كده برضه اللي هو من المسلسلات اللي الناس كلها على السوشيال ميديا بتعلق عليها وبتتكلم عليها. ما انت شفتوا، احنا نتكلم النهارده عن مسلسل ليلى، والمسلسل ده مسلسل معقد جدا بالنسبه لي بصراحه. ما اقدرش اقول عليه مسلسل حلو وانا بحبه او مسلسل وحش فلا انا ما بحبوش بكرهه. هو من المسلسلات اللي انا لغايه دلوقتي مستمره في متابعته، ما سبتوش رغم اني وقعت مسلسلات كتير قوي كنت بتفرج عليها بعد كده بواخد، بس ده من مسلسلات اللي ما اعتقدش ان انا هوقفها، هفضل اتفرج عليها. لكن هل هو مسلسل حلو ولا وحش؟ انا مش عارفه بصراحه، مش عارفه. القصة باختصار ان في طفلة اسمها ليلى، بعد ما مامتها بتتوفى باباها بيروح يتجوز واحدة تانية. كعادة اي مرات اب سواء في الحقيقة او اي مسلسل هتطلع مرات الاب الشريرة، وكعادة برضو اي مسلسل بجد كان طالع فيه مرات اب هتفضل تشتكي له ان هي بتعاملها معاملة وحشة، وهو برضو هيفضل مش مصدق ان هو فاكرها برضو ملاك وكده، لغاية ما البنت دي في يوم من الايام هتسمع عملية نصب بتخطط لها مراته اللي هي مرات باباها مع راجل غريب. طبعا باباها هيقول لها لا ويكذبها وكده، وده اللي انتوا هتتخدعوا فيه زيي. حقيقه ان هو هيطلع مصدقها فعلا، هيصدق القصه اللي هي قالتها. يوم اللي هيواجه فيه مراته جهه ويواجهها ان هي ست وحشه بقى ومش عارفه ايه وبتاع، هتيجي عربيه تشيله تخبطه. هل الست دي بقى اللي هي الشريره هل هتساعده؟ لا، هتسيبه يفطس، هتسيبه يموت لغايه ما يطلع في الروح، هتسأل فيه وهتاخد البت وتمشي. هتسيب البت في حالها؟ لا، ما هي مرات اب شريرة، هي ست شريرة، فهتعمل ايه؟ هتعمل اعمال شر. تاخد البنت دي عشان تنتقم، معرفش تنتقم من ايه. هتاخد البنت دي وعيشها في مكان اشبه بالمزبلة، والمكان ده هو نفسه المكان اللي هي شخصيا عانت فيه من وهي صغيرة. كانت عايزة تعيشها نفس المعاناة، معرفش ليه، بس عشان هي ست شريرة. وكعادة اي مسلسل فيه انتقام، اقل مسلسل فيه انتقام، بنت هتكبر وهتكون عايزة تنتقم من الست دي. قبل ما المسلسل يتعرض الناس كلها عرفت المسلسل ده انه مسلسل جيمري والبرين اللي هما 2 نجوم شايلين بطولة مسلسل. دلوقتي بنتفرج على مسلسل ببطولة جيمري والبرين، يعني هتفرج عليهم، يعني هما الابطال، هما الاحداث، لا اكتشفت ان المسلسل مسلسل نجمة تانية خالص. هي جونجا اللي عاملة دور نور، شخصية نور، هي اللي مستولية على المسلسل كله. احلى مشاهد، احلى تمثيل، الساحة التمثيلية بتاعتها اكبر، حاساها اكبر بكتير من جيمري بايسال، فحاسة ان هي البطلة الاولى للمسلسل مش جيمري خالص بصراحة. الست دي ليها قصة كده في المسلسل. الست دي في الاول شهدت نجاح كبير قوي عشان فعلا عملت مشاهد تمثيل جبار فيها، مشاهد بجد قوية، سواء مشهد الرقص، المشهد اللي قاعدة فيه على السفرة بتزعق فيه لجوزها. لكن انا عاوزة اقول لكم انا لسه قافلة تويتر دلوقتي على الحفلة اللي معمولة عليها على اخر حلقة. خلاص المخرجة افورت قوي، وهي افورت خلاص. هم شافوا ان هم نجحوا حاجات معينة، شخصية وصلت لحته خلاص بقى كفايه تقلي دم، كفايه استظراف. نجحتوا مره، هزرتوا مره، بوظوا الشخصيه. هنا الشخصيه جيمري بايسال انا كنت قايله في الفيديو اللي نزلته على المكان التاني في اول كام حلقه كنت حباها جدا. بعد كده زي ما قلت من شويه مش حاسه ان ليها دور، يعني مش حاسه ان هي البطله. انا مش حاسه ان هي بطله المسلسل، يعني مش حاسه ان دورها مؤثر، حاسه ان اي حد كان ممكن يجي يعمل الدور. رغم ان جيمري بايسال هي واحده من اكتر النجوم اللي انا شايفاها بتنجح الفترة الاخيرة وبتعمل ادوار مختلفة بجد انا بحب فيها تمثيلها. بس انا حاسة ان المخرجة بصراحة ما اديتهاش فرصتها في الدور ده. حاسة ان المخرجة ركزت على شخصية نور اكتر من البطلة نفسها بتاعت المسلسل. لو جينا لالبرين مش عاجبني بصراحة يا جماعة. انا بحب الممثل ده جدا 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 جدا، ولكن في حاجة غلط في المسلسل ده. لا تمثيله هو تمثيله،
لا شكله هو شكله فيه حاجه غريبه، معرفش، زي ما الناس بتقول تخن، انا معرفش. شكله وتمثيله مش هو الشخص اللي عمل الصيف الاخير، مش هو الشخص اللي عمل في الحفره، مش هو. طفله ميليسا اللي هي عمود من عواميد نجاح المسلسل، وحاساها بجد مثلت احسن من جيمري بايسال، يعني حاساها ممثله قويه جدا. البنت عملت مشاهد قويه جدا. دي برضو من الحاجات المؤثره في المسلسل، وشايفاها واحده من عوامل نجاح المسلسل ده. لو جينا اصلا من البدايه خالص، اول ما قالوا ان المسلسل ده هيتعرض، انت يا امنيه بناء على ايه بتقولي هتفرج على المسلسل ده ومش هتفرج على المسلسل ده؟ في الطبيعي بناء على الابطال، حاجه بناء على القصه. ولكن المخرجة الوحيدة في تركيا اللي بتفرج على المسلسل بناء على هي اللي هتخرجه ولا لا. يعني اول ما اعرف ان هي هتخرج مسلسل ده انا بتفرج عليه. هي المخرجة هلال سرال، ودي واحدة من اشهر المخرجين في تركيا. الست دي اصلا ما بتشتغلش في اي مسلسل، يعني هي ما بتوافقش على اي حاجه تخرجها. عملت العشق الممنوع، عملت مسلسل فاطمه، عملت مسلسل حب اعمى، مسلسلات كتيره قوي ناجحه كلهم احلى من بعض. لكن على قد ما المسلسل حلو، اخراجه حلو، في مشاهد لنور قويه جدا، قد ما في سقطات كتيره قوي في المسلسل انا مش قادره اتغاضى عنها. ازاي مخرجه كبيره تفوت حاجات كتير وتفاصيل كتير زي دي؟ اول حاجه فرق العمر مجنني. انا ما حدش يقول لي اصل خلفته وسنه صغير، ما فيش توافق خالص. يعني انا راضيه ذمتكم، البرين ازاي طالع ابن نور دي؟ انا مش يا جماعه حدش يقول لي خلفته صغير، ماشي هاتوا حد حتى لو هي مخلفاه صغير تحسوا ان في توافق شويه لما بيمثلوا مع بعض. لا يا جماعه مش قادره اشوفه ان هو ابنها. لا، حاسه ان فرق العمر صعب قوي ان انا اصدق خالص. فكره الشخصيات بين الماضي والحاضر انا مش شايفه اختلاف في شكلهم. طب انا بجد وريني اختلاف شكلهم بجد. كانت بتعمل ايه نور زمان؟ كانت فارده شعرها، لكن دلوقتي بتلموا او بتعملوا تسريحات غريبه. ده دليل ان هي كبرت؟ لا. برضه مش قادره استوعب فرق السن بتاع اختها اللي طلعت من باباها. البنت سنها ده هل يتوافق مع مش فاهمه. مخرجه ما اشتغلتش على فرق السن قبل ما تخرج المسلسل ده. في حاجه انتوا هتزعقولي عليها في التعليقات كالعاده، مش شايفه ان جيمري لايقه على البرين. خلاص انا قلتها، انا مش حاسه ان هما لايقين على بعض خالص، مفيش اي توافق ما بينهم. مش حاساهم لا انا حاساهم في المسلسل ولا انا حاساهم مع بعض. بصراحه انا شايفه يسيبوا المسلسل كله لشخصيه نور واحنا نتفرج عليها لوحدها. كده اي مشهد لجيمري معرفش ليه مركزه على عينيها، مدخله زوم على عينيها، على رموشها، على دقنها. حاسه ان الكاميرا مان الراجل اللي ماسك الكاميرا حاسه ان هو بيتشقلب في وشها. يعني حاسه ان في طريقه تصوير بالذات في المشاهد بتاع جيمري، معرفش اللي حس الموضوع ده ولا بس اللي ملاحظاه، حاساه اوفر. يعني حاسه ان في تصوير غريب. اني برضو اقول لكم ان ده واحد من المسلسلات برضو المفضله عندي، تعتبر مفضله عندي. يعني اي مسلسل انا ما زلت بتفرج عليه، فاذا انا مش متضايقه منه. يعني فاهمين؟ في مسلسلات مثلا انا وقفتها مش هقدر خلاص ولا حلقه زياده، مش هقدر. ده من المسلسلات اللي حاسه بصراحه ان في مشاهد تمثيليه كتير حلوه، احداثه سريعه. يعني انا كل حلقه بشوف حاجه جديده، قصه نوعا ما ليها فروع كتير، تبقى قاعد مستني هو ايه اللي هيحصل في الحلقه الجايه. ففي عنصر تشويق فعلا موجود، عكس مسلسلات تانية انا لا كنت شايفه فيها قصه ولا حاجه جديده ولا احداث سريعه. لكن المسلسل ده فعلا في حاجات كتير كويسه، لكن هي السقطات البسيطه دي هي اللي كل ما تظهر في مسلسل بتقفلني شويه منه من المخرجه. بس هل من وجهه نظركم يعتبر مسلسل قوي؟ يعني يصنف مسلسل قوي؟ انا اقول لا. يعني المسلسل القوي هكلمكم عنه الفيديو الجاي او اللي بعده، مش عارفه. ولكن هو مسلسل لطيف لذيذ حلو، انا مش متضايقه منه. انا بقى عايزه اعرف رايكم. انتوا كالعاده بتزعقولي جامد قوي، معرفش ليه، مع انكم ممكن تقولوا رايكم بالراحه. علينا ما تزعقوليش، ولو سمحت اعملوا لي سبسكرايب وبعد كده زعقولي، ما عنديش مشكله، بس اعملوا لي سبسكرايب الاول. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، وعاوزاكم بقى تتوقعوا ايه المسلسل اللي انا هتكلم عنه الفيديو الجاي.